السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد. صورت لكم اليوم الفيديو ديال الباك اللي غادي غيكونوا فيه ثلاثه الالوان ديال الخيوط. طبعا من اختياركم، من الاحسن يكونوا الالوان فاتحه باش كيبانوا لكم في الخدمه كمبتدئين. غنحتاجوا الكروشي اللي كيمشي مع الانواع الخيوط، كروشي 3.5. دونك انا كنخدم بهذا ديال السيليكون، احسن حاجه باش تتعلموا فيها، حيت كتكونوا باقي ما كتعرفوش تتحكموا في الكروشي. من الاحسن تكون عنده هذه القبضه ديال السيليكون. بالنسبه للبلاستيك كيتهرس، وديال الحديد بوحديتو راه كيضر في اليدين، كيوعد في اليدين، خصوصا كمبتدئين كتبقاو تزيروا يدكم. غنحتاجو دفتر فين غادي نسجلوا الغرز ديالنا، ستيلو، لصقه ديال السكوتش باش غادي نلصقوا داك الماتريال اللي كان داك الغرز اللي كنصايبوا. هادو كيبقاو دي زيكسترا فاش كنبغيو نخدموا مثلا شي بورت كلي ولا شي حاجه، راه غادي نخدموا بزاف الحاجات. غادي نزيد معاهم واحد السلسله اللي كتسد وكتحل ديال البسطام، غادي نزيدها معاهم. دونك هادو ثلاثه ديال زيكسترا. غنحتاجو سنتيم ومقص ديال كوب فيل، وغنحتاجو هادو 4 ديال المقبطات. هادو باش كيشدوا لينا حين كنبغيو نلصقوا الدوبلور مع هذاك الكروشي ديالنا باش كنخيطوه، كيشدوا لينا مزيان هادو. دونك هادو العلامات اللي كنعلموا بهم العدد ديال الغرز ديالنا والعدد ديال السطور اللي كنخدموا بهم. وهذه الابره كننظفوا بها العمل ديالنا من بعد ما كنساليوه. كيبقاو لنا داك الخيوطه زايدين، كنحتاجوا هاد الابره هذه باش كننظفوا العمل ديالنا. هذا هو لو باك اللي غادي تحتاجو، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.